شيخ، يقول السائل: أشعر بفتور وفوات بعض الصلوات ونوم عن بعضها مع شعور بالندم والحزن، فبماذا تنصحني وكيف أوفق فيما بقي من الشهر أثابكم الله؟ نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا مرحومين لا محرومين. أخي في الله، الضعف في الطاعة والزهد في الخير والعبادة مرض في القلوب، ونسيان لعظمة الله علام الغيوب، فلا يضعف في طاعة الله إلا من عظمت غفلته أو أصيب بالفتنة، فالله الله تدارك نفسك حتى تفوز برحمة الله. أسعد الناس في الدنيا من فتح الله في وجهه أبواب الخير فيسره لليسرى وسهل له الذكر والهدى. وأشقى الناس من عرف الخير فتركه، وعرف البر فأعرض عنه. الله الله حينما مد الله في عمرك حتى بلغت رمضان، وحرم غيرك فاخترمتهم المنايا، وأعطاك الصحة والعافية، وأعطاك الفراغ، وأعطاك مما لا يحصي فضله فيه عليك إلا هو سبحانه وتعالى. فإن حمدت نعمة الله وشكرت فضله وأتممت ذلك بالعمل وصدقته بالعمل كنت من الفائزين. أخي في الله، إنها النفس الأمارة بالسوء، إنه الهوى الذي يضعف به العبد عن طاعة ربه جل وعلا. فاستفق من غفلتك، وانتبه من منامك، وتدارك ما بقي من عمرك. إن الله إذا أعطى العبد النعمة فشكرها بالقول والعمل والاعتقاد زاده فيها من فضله وبلغه خيرا منها فيما بقي من عمره. وأما إذا غفل مع الغافلين ولها مع اللاهين وأعرض مع المعرضين فلا يزال تنخرم منه الطاعات بعضها تلو بعض حتى ينتهي والعياذ بالله إلى أسوأ الأحوال. نعوذ بالله العظيم من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن العمى بعد البصيرة. وقد تسأل ما السبيل لكبح جماح هذه النفس عن هواها، ولا أعلم أمرا أعظم من الالتجاء إلى الله. وليكن لسان حالك ومقالك أن تضرع إلى ربك فتقل: اللهم لا تجعلني شقيا ولا تجعلني محروما. واسأل ربك أن يجعلك في هذا الشهر من أسبق العباد إليه وأقربهم وأدناهم منه، وأن يوفقك لاستباق الطاعات والمسارعة في الخيرات والباقيات الصالحات. ثم خذ بالأسباب التي تنبهك من منامك وتوقظك من غفلتك، ومن أعظمها أن تعلم أنه ستمر عليك مثل هذه الساعة ومثل هذه اللحظة وأنت ضجيع اللحد والبلا مرهونا بين يدي الله جل وعلا، تتمنى أن هذه الأيام والليالي قد قضيت في طاعته واستنفذت في محبته، وعندها تندم ولا تحين ساعة مندمي. أخي في الله، لا يعلم العبد متى يأتيه أجله ومتى ينقضي عمره، وأنت في موسم فتح الله عليك أبواب رحمته ودعاك داعي الله إلى مغفرته ومرضاته وجنته، دعاك داعيه إلى الفلاح والخير والصلاح، دعاك داعيه إلى موائد الرحمن من تلاوة القرآن والإنابة إلى الرحمن بالتسبيح والتقديس وصلاة التراويح
وغير ذلك من الطاعات والباقيات الصالحات، دعاك ربك ليرحمك وهو غني عنك، ودعاك ربك ليتفضل عليك، فالله الله أن تعرض عن الله وهو يدعوك إلى رحمته. وازجر نفسك إذا كانت ساهية لاهية بالوعيد وسطوة الجبار المجيد، ذكرها عظمة الله وقدرة الله عليك حتى تقبل على الله بصدق وجد، وتعلم أنه لا مفر من الله إلا إلى الله. أخي في الله، لو تعلم كم من مريض على فراشه يتمنى عافية الله التي تنعم بها، لو تعلم كم من مشغول في رزقه وطلب عيشه يتمنى ما أنت فيه من الفراغ، لو تعلم ما تفضل به عليك الأعز الأكرم لصرت إلى الله حثيثا، ولا أقبلت على الله عز وجل مجدا. أي فتور يأتي الإنسان وهو في شهر القرآن، أي فتور يأتي الإنسان وهذه الموائد للرحمن، هذه الموائد التي في ليله وفي نهاره وفي صبحه وفي مسائه كلها تقربه إلى الله وتشحذ همته إلى الله، حتى إن الله صفد الشياطين في هذا الشهر ليجد المجدون وليثابر المخلصون المخلصون. اللهم إنا نسألك بعظمتك وعزتك وجلالك وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم ضعفنا وأن تجبر كسرنا. اللهم لا تجعلنا أشقياء ولا محرومين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك وأنت خير من سئل ولا يسأل سواك أن تجعلنا أوفر عبادك نصيبا عندك في كل رحمة تنزلها، وفي كل بركة تقسمها، وفي كل عفو ومغفرة وصفح وإحسان وبر تقسمه لخلقك. اللهم اجعل لنا أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعلنا ذلك العبد الذي أوذن له بكل خير عاجل وقريب، يا سميع يا مجيب. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا فيما مضى من شهرنا، ووفقنا لما بقي منه في طاعتك يا ربنا. اللهم اجعلنا في الطاعات مجدين وللخيرات من السابقين السباقين. اللهم اصرف عنا الخواطر الردية والوساوس المردية. اللهم لا تحل بيننا وبين رحمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم إنا نستغفرك من كل عمل لا يرضيك عنا، مما أسررنا ومما أعلنا ومما أنت أعلم به منا. يا ربنا اغفر لنا وتب علينا وسامحنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا، ومن أوصانا واستوصانا، ومن حضر مجلسنا وغاب عنا، ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم وأفسح لهم فيها. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم المعذبين منهم. اللهم أبدلهم فرحا وسرورا، وابدل قبورهم بهجة ونورا. اللهم أفسح لهم فيها ونور لهم فيها، واقبل شفاعتنا واستجب دعوتنا. يا أنت ربهم وربنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا اعوجاجا إلا قومته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته،
ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم لا تدع لنا عدوا إلا كبته ودمرته. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انزع عنهم عافيتك، واشد عليهم وطأتك، نكس منارهم، ودنس شعارهم، وزلزل أركانهم. إله الحق لا إله إلا أنت، صدع بنيانهم، وشتت شملهم، وفرق جمعهم. اللهم إنك بما يعملون محيط، نسألك أن تجعل عليهم دائرة السوء. إله الأولين والآخرين، اللهم انصر إخواننا المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم الطف بالمسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم ردهم إليك مردا جميلا. اللهم ردهم إلى كتابك وسنة نبيك، اللهم ردهم إلى كتابك وسنة نبيك، وألهمهم الصواب. اللهم ألهمهم الصواب والرشد، وأبطل عنهم كيد أعدائهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، واحمل كلهم يا رب العالمين. اللهم ضع الرحمة بينهم، فصل من قطع منها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا وأغث إخواننا، اللهم أغثنا وأغث إخواننا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لأهل هذا الدين عزا ونصرا، واكتب لمن عاداه وآذى أهله ذلة ومهانة وقهرا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم ادفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأعذنا من فتن المفتونين، ومن إرجاف المرجفين، ومن إبطال المبطلين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم انصر به دينك، وأعل به كلمتك، وانشر به رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اختم لنا شهر رمضان بخير، اللهم اختم لنا شهر رمضان بخير. نسألك أنت الله لا إله إلا أنت أن تغفر لإخواننا الذين حرموه. اللهم نور عليهم قبورهم، وأفسح لهم فيها، واجبر مصاب أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.